ناس كتير بتخش بتسألني ليه تفاوت الأسعار بين عمليات تصحيح في المراكز المختلفة. السؤال ده للأسف يعني هو ليه كذا نقطة. النقطة الأولانية إنها مش عملية مسعرة جبريا من الحكومة أو ليها سعر ثابت عند كل الناس، لا، هي العملية ملهاش سعر ثابت، بتفرق على حسب كل دكتور حدد سعره قد ايه او انا هعمل ايه. هل معنى كده ان انا لما بعمل عمليه بسعر قليل بتكون العمليه اقل؟ لا، مش شرط. ممكن اعمل عمليه غاليه ويكون الجهاز اقل، او ممكن اعمل عمليه رخيصه ويكون الجهاز اعلى. الفكره كلها ان انا بروح لمكان ثقه، بكون الناس بتتعامل معاه بتشهد له بحاجه كويسه، بعمل عمليه وانا مطمن مع الدكتور اللي بيعمل. طيب انا دكتور دلوقتي، ليه عمليه الفيمتو ليزك او الفيمتو سمايل او الليزك بوضوح جدا سعرها عندي قليل عن الناس التانية؟ الفكره كلها ان الحمد لله احنا عندنا حوالي 3 اجهزه ليزك وجهازين فيمتو سكند ليزر، بقدر ان انا بوصل لعيان اعلى خدمه بسعر كويس ومناسب ليه، بحيث ان هو يعمل اعلى عمليه تصحيح ممكنه بسعر مناسب جدا لتكاليفه الماديه.